سلسال الدم في محافظة أسيوط مركز البداري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في قناة حدث اليوم. يا رب حضراتكم تكونوا بخير. بطلب من حضراتكم فضلا وليس أمرا تشيروا الفيديو على أوسع نطاق وتعملوا لايك على الفيديو عشان ده اللي بيوصل انتشاره للناس، ربما يكون في ميزان حسناتي وحسناتكم ونقدر نوصل ملحوظة أو معلومة مهمة للناس. اللي قدام حضراتكم دول أحمد وعمر من محافظة أسيوط مركز البداري. دول قتلوا بالأمس برصاص الخسة والغدر وتوفاهم الله في الحال، ويقال إن ليهم شقيق ثالث مات أيضا بالأمس بس داخل المستشفى. أحمد وعمر قتلوا برصاص الخسة والغدر، وكان معاهم شقيق ثالث ذهب إلى المستشفى أو نقلوه إلى المستشفى، كان لسه فيه الروح. أحمد وعمر ماتوا في الحال. الشقيق الثالث بس ده ما ظهرش يعني على موقع التواصل الاجتماعي، فيقال إن بعد وصوله المستشفى بساعات قليلة توفاه الله. 3 أشقاء زي الورد وزي الفل منهم أمام حضراتكم أحمد وعمر ماتوا بسبب الطار، مع العلم إن أحمد وعمر والشقيق الثالث اللي احنا ما شفناهش وما ظهرش ولكن كتير من المواقع بيتكلم عنه ملهمش أي علاقة بالطار وما قتلوش أي حد، ولكن الطار كان من نفس العائلة لعائلة أخرى. ولما بيجي يتاخد الطار يا سادة يا محترمين مش لازم أخده من الشخص نفسه، ولكن ممكن أختار الرجل القوي المحبوب المعروف اللي بيحل مع الناس، الراجل اللي هو شايفين له هيبة في العيلة، وبيروحوا واخدينه مكان الدم اللي اتاخد من قبل. يعني اللي قدام حضراتكم دول ما ارتكبوش أي جريمة وما قتلوش أي حد، ولكن من نفس العائلة اللي هي قامت بارتكاب الجريمة وبمقتل آخرين من قبل. فدول من نفس العيلة، دول شباب زي الورد، شباب زي الفل. لا احنا هناخدهم عشان نفطر قلب والديهم، عشان نمزع قلب أهاليهم، عشان نحزن العائلة والدنيا عليهم. ودي عادات وتقاليد، بما ان انا راجل من سوهاج ومن الصعيد، عادات وتقاليد سيئة جدا. كنا نتمنى ان زي ما كل حاجة في مجتمعنا اتغيرت، منها اللي اتغير للأسوأ ومنها اللي اتغير للأفضل، كنا نتمنى كمان ان موضوع الدم ده وسلسال الدم يتغير ويكون ليه يتاخد بطريقة من الطرق الآتية: يتاخد بالقانون أو يتاخد بفدية أو بدية أو بتقديم الكفن زي ما بتشاهدوا حضراتكم أحيانا كده. أكيد البعض من حضراتكم بيشاهد لما يكون في قعدة صلح ما بين عائلتين تم فيهم برضه القتل ما بين الطرف والآخر، بيروح يبقى شايل الكفن بتاعه كده وبيقدم الدية، وهنا في نظر الناس إن مات، ولكن ده ما يمنعش إن أمر أو حل وسط أفضل من إنك أنت تقتلني النهاردة وأنا هقتل أخوك بكرة، لا أنا أروح أقتل ابن عمك بعده وأنت بعده تقتل ابن عمي، والعيلة تخلص ونبص على عائلتين نلاقي فيهم الستات والنسوان فقط لا غير. يعني نتمنى من الله تعالى إن السيد رئيس الجمهورية إن يؤمر أو ينزل بيان للشيخ أحمد العزيزي رئيس لجنة الصلح على مستوى الجمهورية. الشيخ أحمد العزيزي ده يا سادة يا كرام ده ماسك رئيس لجنة الصلح على مستوى الجمهورية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى إن يتدخل في المشكلة بتاعت البداري دي اللي هي تابعة لمحافظة أسيوط، وإن يحل السلسال الدم ده، وإن يوقف سلسال الدم ده، لأن ما أعتقدش إن الموضوع انتهى على كده. يعني 3 شباب منهم شابين أمام حضراتكم وهو راحوا غدر بالأمس، فما أعتقدش إن أهاليهم هتسكت على كده، لأ هتضرب وهتموت، والموضوع مش هينتهي على كده.
يعني في محافظات أو أحد محافظات الصعيد بنشوف إن في ناس بتقبل الدية، وناس بتقبل الفدية، وناس بتقبل الكفن، وناس بتعتق رقاب. وده كله كويس طبعا، ولكن في ناس ما زالت متمسكة بالعادات والتقاليد. لو بعد 100 سنة أنا هخلص بحقي. يعني لو بعد 100 سنة أنت قتلت واحد من أهلي أو من عائلتي، وأنا كمان مش هقتل واحد بس، أنا هقتل 2 و3. وده خطأ طبعا، ومع الأسف الشديد يعني خطأ فاتح جدا، خطأ لا يحتمل السكوت عليه، خطأ لازما كلنا كمصريين وكمسلمين إن يضعوا له حل في محافظات الصعيد. ونتمنى من الله تعالى إن موضوع الطار ده ينتهي، وينتهي قريبا. ورحم الله أحمد وعمر وشقيقهم الثالث، وربنا يعتصم على قلب أسرهم. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.